يلا نعمل مع بعض شوية تفريزات هتوفر علينا وقت كبير قوي في رمضان. اول حاجة هعمل معاكم هريسة الشطة، اغسلها كويس جدا، بقطع منها الجزء الاخضر ده. وبقطعها كويس، وبسيبها تنشف، زي ما انا حطاها كده على فوطة. وبحطها بعد كده في الكبة متقطعة وعليها راسين توم او راس توم حسب الكمية اللي عندك. يعني ايه، ما بنعمهاش قوي، تكون بالشكل ده. بضيف لها بقى هنا في حلة ملح، حوالي معلقتين على الكمية اللي انا حطاها دي. وشوية كمون، وشوية كزبرة ناشفة. من الكمون والكزبرة حوالي معلقة صغيرة. وهنا بضيف لها حوالي معلقة كبيرة سكر، وشوية خل، وبرضو شوية زيت. تمام. كمية الزيت والخل بناء على ايه، الكمية اللي عندك. انا هنا مثلا حوالي 3 معالق مثلا او 4 خل، وتلاتة او 4 زيت. بعد كده بحطها على النار، وتكون الحلة بتاعتك ما بتلزقش، يفضل يعني، وبتوطي عليها قوي لحد ما تلاقي كل الزيت والخل اتبخر وبقت يعني تقلت شوية كأنك بتعملي صلصة طماطم كده. بس خلي بالك عشان ما تتلسعش. وبضيف لها هنا ليمونة كبيرة، عصرها كويس. بحفظها بقى في علبة او في برطمان، لا اما في الفريزر. يعني العلبة دي انا احطها في الفريزر، لو انت هتحفظها في التلاجة حط على وشها زيت. بس كده، دي اول طريقة. تاني طريقة، برضو الفلفل بغسله وبسيبه ينشف على فوطة بالشكل ده لحد ما ينشف تماما. وبحطه في الكبة معاه ملح وزيت زيتون بس. بحفظه في الفريزر او في التلاجة وعلى وشه زيت برضو. هنا كنت بعمل الطماطم، بغسلها وبقطعها بالشكل ده. وبضيف لها شوية مية، يعني ايه، حوالي يعني ربع الحلة او اقل كمان. وبضيف وبسيبها على النار هادية خالص لحد ما الاقيها استوت. بضربها بقى بالهاند بلندر او في الخلاط، حبة بحبة كده. وبعد كده بحطها برضو على نار هادية في نفس الحلة، واوطي عليها، واضيف لها بقى ملح وسكر وشوية زيت حسب برضو الكمية اللي عندك. وتسيبيها لحد ما تلاقيها نقصت شوية. والزيت بقى على الوش، معنى كده ان هي اتسبكت. وبتحفظها في اكياس بالشكل ده في الفريزر. بعد كده البسلة والجزر، بجيب مية احطها على النار، اضيف لها حوالي يعني ربع معلقة كده كربوناتو، ومعلقتين سكر. وبنزل فيها الجزر الأول حوالي 5 دقايق وهي سخنة بتغلي. والبسلة برضو نفس الحكاية. يعني الجزر بكون مقطعاه بالشكل اللي انتوا شفتوه ده، والبسلة طبعا مفصصاها. بحطها 5 دقايق واشيلها من المية السخنة. احطها على طول في مية بتلج او مية ساقعة، او تحت مية جارية من الحنفية. وتصفيها كويس وتسيبيها لحد ما تبقى باردة تماما، وتحفظيها في أكياس في الفريزر. دي أفضل طريقة للبسلة. الملوخية بقى بقطفها وبحطها أغسلها كويس جدا من أي طينة فيها. وبعد كده بنشفها، أسيبها تنشف كويس قوي قوي، ميبقاش فيها مية خالص. وبفردها على حاجة. وبعد كده بحطها في كيس وبطلع منها أي هوا. بتخليها خضرة زي ما هي. دي افضل طريقة للملوخية الصراحة. دي شكل الملوخية كانت متفرزة عندي خضرة جميلة جدا كأنها صبحة بالظبط. هنا كنت بعمل السبانخ برضو، فرازيها هتبقى جميلة جدا. بقطعها وبغسلها كويس جدا، ولو عندك خضرة ضيفيها لها برضو. قطعيها بنفس التقطيعة دي، وضيفها لها وحطيها في حلة برضو ما تكونش بتلزق يفضل يعني، او في صينية. وتوطي عليها النار لحد ما تلاقيها نزلت المية بتاعتها بالشكل ده ولونها خضر قوي. ممكن تضيفي لها معلقة سمنة هتخليها خضرة زي ما هي. وبرضو تسيبيها تبرد وتحفظيها في كيس في الفريزر. القلقاس بقى بجيبه وبقطعه، وبسيبه من غير ما يتغسل. وبحطه في أكياس بالشكل ده. وتحفظيه في الفريزر، وما يطلع تغسليه بمية سخنة وبملح.
التوم بقى بفصصه وبحطه في كيس وفي الفريزر. ده بيسهل تقشيره جدا جدا. بتطلعيه بتقشريه بسكينة، بيكون كأنه فريش بالظبط. جربي الطرق دي وقولي لي رأيك في التعليقات لو حاجة عجبتك.